السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجولي. النهاردة هعمل معاكم الفتة والفتة زي ما احنا عارفين في المناسبات، في العقيقة، في العيد، في أي حاجة بنعمل الفتة. ممكن تعملي تطلعي وجبات الفتة دي وتحطي عليها اللحمة، هتبقى حلوة أوي. النهاردة هعملها لكم بالخل والثوم وهتعجبكم أوي. هنشوف مقادير الفتة مع بعض. اول حاجة العيش، انا جبته عيش بلدي ولازم يكون بلدي، وقطعته كده مكعبات وهنحمره في الفرن، يعني هحطه في الفرن واولع الشوايه بس. وادي شوربة اللحمة، وادي اللحمة المسلوقة، وادي الطماطم، وادي الرز اللي هنعمله، وخل والثوم عشان الفتة بالخل والثوم، وادي فلفل وكمون وملح. دي المقادير بتاعتنا مع بعض. دلوقتي انا حطيت سمنة وزيت، لو عايزة زيت بس براحتك، او زيت وزبدة، بس انا بفضل زيت على سمنة. ودلوقتي هحط الرز، اقعد اشوح فيه كده. ده رز الفتة بيبقى ابيض، اقعد اشوح فيه بس ما يوصلش لمرحلة اللي هو يبقى اصفر، يفضل ابيض كده. اقعد اقلب كده. اهو بعد ما شوحت الرز، شايفين اللمعة، الزيت بيدي لمعة حلوة اوي للرز. دلوقتي هحط الملح واقلبه، بعدين احط ميه سخنه، وبعدين اغطيه واسيبه يستوي. اهو دلوقتي انا حطيت معلقه سمنه وحطيت اللحمه تتشوح كده شويه، وبعدين مكان اللحمه انا هحط الثوم والخل، وبعد كده هنشوف هنعمل ادي اللحمه اقلبها. دلوقتي هطلع اللحمه وبعدين احط الثوم، هتلاقي تشويحه حلوه. انا كده خدت نص الثوم على الشوربه ونص التاني على الصلصه، واسيبها كده تتسبك. وبعدين انا كمان حطيت الخل بس ما جاتش في التصوير. حطيت الخل على الثوم وبعدين الصلصه واسيبها تتسبك. وادي كمان التوابل حطيتها كلها، واقلب كده واسيبها تتسبك. ادي العيش بعد ما حمصته في الفرن. انا مش هحط الشوربه على طول علشان العيش يبقى معايا مقرمش، انا هحط الرز على العيش كده، ادي حطيت الرز وهحط الشوربه دلوقتي. انا ما حطيتش الشوربه على العيش على طول علشان يبقى مقرمش. ادي الشوربه وانا حاطه عليها من الثوم والخل اللي عملته، وادي الصلصه، وادي الصلصه، وهحط اللحمه في النص اهي كده. كده وادي الفته بتاعتنا اهي.